فلقيتها بتقول لي احنا عايزين نفرش غسيل غله وكده يعني. فانا غسلتها، هي كانت غسلاها وانا جبتها من جوه، انا شلتها وجبتها عشان هي متقدرش تشيلها وكده. وقلت بقى ايه افرشها معاكم بقى وكده يعني. القمح ده احنا بنغسله يا جماعه حلو قوي، والمجمع اللي احنا بنعمل عليه ده نضيف جدا جدا جدا. احنا اصلا مخصصين حاجه زي كده، مش بنحط عليه حاجه تانية اصلا. وكمان بعد كده بقى بتنشف في الشمس، احنا نشفناها في الشمس. وخلي بالكم دلوقتي انا بعد ما خلصنا ونشفت كده من شويه، انا دخلتها انا وماما. هي لما تهيله حطيتها لي تاني في شاكير وكده برضو، وانا شلتها ودخلتها جوه. هي كميه بسيطه مش كتيره قوي ان شاء الله. طبعا لما الدقيق اللي احنا بناكل منه دلوقتي هنطحنه قريب، لما يخلص وكده ان شاء الله هنطحنه تاني برضو في مكان في البلد برضو عندنا هنا جنبنا قريبه منه خالص. يعني اخدت الكلام ده قبل ما ننزل بشويه صغيرين، تقريبا كانت الساعه 10 واحنا لسه مثلا انا شايلاها من ساعه، كانت الساعه 6 وانا بشيلها. دخلناها البيت جوه، انا بقى فردتها في البتاع كله، خليتها كده مساويه خفيفه خالص، ان هي اصلا كميه بسيطه. فرشتها خالص عشان تنشف، لان لو ما نشفتش حلو هي بقى منشفه جامد وهي يابسه كده قوي. الراجل ما ينفعش وتبقى مش حلو في الطحين وكده، طحينها مش حلو. كمان احنا هنغيب على ما نعملها اصلا، لان ماما غلت الغله كلها وخزناها طبعا في براميل كبيره عشان بقى ان شاء الله يعني خلصنا معانا بالسنه باذن الله، يعني هنفينا عمر يعني. بالسنه يعني كان ودي بقى احنا غسلناها دلوقتي. طبعا ما غسلناهاش، حطيناها في البراد ده، احنا خصصنا هنخلي فيه ميه كده على النار، لان كان عندنا كاتل حرق وما جبناش واحد جديد، واصلا الجماعه مش بيحبوه. فبنعمل شاي ولا كده بيبقى في براد غله طبعا. هو استلف اصلا الاتنين استلف، بس ده ايه اللي بوظه بقى. وكان كده في مره انا كنت سايباه على النار لحد ما انحرق لوحده، كان فضل يعني شغال كده لحد ما انحرق اللي جوه، هو انحرق كله على بعضه. يلا الحمد لله. انا قلت بقى الحله دي هتتحط في مكانها، كنت انا غسلاها امبارح، كل ما كنت غسلاها امبارح والله بالليل، وهي صفت ميتها وكده يعني. عشان خاطر احطها في البتاع في المطبخ. وانا سخنت ميه لان الكفته طبعا بتبقى سمينه ومينفعش اغسلها بميه عاديه، لازم تكون ميه سخنه. وياسين ربنا يخلولي يا رب ما يحرمنيش منه ابدا، كسر لي الباب من هو عنده سنه ونص، لا كان عنده سنتين. كان بيبقى لسه كان لسه المشي يعني، وكانت بتمشى كده حلو كده، واول ما وقف وتظاهرت قعد بقى يكسر فيه لحد ما وقع لوحده الباب. الحمد لله على كل حال برضه، الحمد لله. عاملين بقى ايه يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ انا عارفه ان انا مطوله عليكم الفيديو شويه، احلى اخوات في الدنيا. انا بقى كنت عملت الكفته وسبتها شويه في التلاجة تمسك نفسها شويه، وجبت معلقه قعدت بقى اصبع على المعلقه كده، وشويه صبعت على المعلقه وشويه صبعت كده بايديا كده وخلاص، يعني شويه كده وشويه كده. وعملتها بقى على البوتاجاز، كان نفسي اعملها والله في الفرن الكهرباء، لان الكهرباء برضو كانت قطعه ومش هينفع اولع الفرن الغاز مثلا على النص كيلو ده يعني. فقمت بقى جايبه الطاسه حطها على البوتاجاز على نار هاديه خالص، سخنتها قوي، وبعد كده حطيتها الكفته فيها، وبعد كده سبتها على نار هاديه خالص، وقلبتها على الوشين. وبعد كده بقى سبتها وغطيت عليها عشان تستوي كويس على نار هاديه خالص. كنت بقى اغسل قبل الميه ما تبرد. حبيت بقى ان انا اشارككم كده يوم النهارده، وان انتوا تشوفوه. انتوا بجد بتوحشوني، ويا رب يا رب يديم المعروف ما بيننا، يا رب يا رب يصلح حالكم جميعا يا اخواتي، احلى اخوات الدنيا واحلى عيله. بجد لازم بلاد الزيتون حلوه قوي، لو ما اتغسلتش حلوه قوي صوتي مثلا تحصل حاجه فيها غلط. وبعدين والله ما عارفه، انا مش عارفه حتى انا ما طلعتهاش في الشمس ونسيت اطلعها النهارده بعد ما خلصت. مش عارفه بقى ايه اللي حصل. انا بعد ما خلص تسجيل راح ابص عليها كده اشوف انا شفت ولا عملت ايه بالظبط. انا سبتها مكان انتوا شايفينها كده، ما حركتهاش من مكان